اهلا بيكم في برنامجنا هديه مستخبيه. الو. ازيك؟ كويس. عامل ايه؟ كويس. اسمك ايه؟ إساف. ايه؟ إساف. اسمك انت ايه؟ إساف ديفيد. اساف ولا ديفيد؟ إساف. وديفيد؟ ده بابايا. وانت؟ إساف. يعني ايه اساف؟ معرفش. اسم يعني ايه صح عادي يعني. اسم. طيب ما اسم، انا اسمي سبع عادي يعني. ماشي. عندك كام سنه؟ 9. جاهز للعبه بتاعتنا؟ أهو. المسابقه بتاعتنا اسمها هديه مستخبيه. ما بعتش انت معايا؟ حاولت ابعتك ما بعتش. طيب عندنا 5 اسئله لازم تجاوبهم كلهم صح علشان تاخد الهديه. لو غلطت في اي سؤال مش هاخد الهدية. معاك وسيلتين مساعده. يعني لما يبقى في سؤال انت مش فاهمه خالص او عندك مشكله فيه قول لي انا عايز وسيله مساعده انا اساعدك فيه. قبل ما نبتدي عايز اشرح لك حاجه. في حاجه زمان كانوا بيكتبوا عليها الكتاب المقدس، عارف هي ايه؟ ايه؟ لا معرفش. حاجه اسمها المخطوطه. مخطوطة. ما كانش في ورق A4 وكانسون، كانوا يكتبوا على مخطوطه. ماشي؟ وعشان ينقلوا المخطوطه دي لمخطوطه ثانيه عشان الناس ثانيه تقراها كان في شروط معينه عشان ينقلوها، حاجات تتعمل وحاجات ما تتعملش. حلو كده؟ يعني في مشكله في غلطه في بتاع فكده يبقى كده باظت. تمام؟ اول سؤال، من شروط ان المخطوطه دي تبقى صح عند اليهود، انها تبقى صح يعني وتمام ما فيهاش حاجه، انها بتتحرق لو فيها كام اختلاف عن المخطوطه الاصليه. هديك 4 اجابات وانت فكر. يعني لو جبت انا مخطوطه اهي دي هكتبها ودي الاصليه، لو دي فيها كام اختلاف يبقى غلط نحرقها. ماشي؟ لو فيها غلطه واحده نحرقها، لو فيها 3 غلطات نحرقها، لو فيها 4 غلطات نحرقها، لو فيها 5 غلطات نحرقها. فكر كويس. دول يعني دي حاجات قديمه ما ينفعش نلعب فيها. واحدة. فكر شويه يا حبيبي فكر شويه. فكر شويه دي خليني عايز تحب اساعدك؟ حاسك عايزني اساعدك صح؟ طيب هعمل لك بقى دلوقتي بشفايفي كده من غير ما اقول الكلمه وانت تحاول تقرا شفايفي. 3. ايه؟ 3. ايوه 3 غلطات. برافو عليك، اجابه صحيحه. معانا اساف كسب معانا اول سؤال. برافو عليك شاطر. جبتها لوحدك ما ساعدتكش. برافو عليك. تاني سؤال، من شروط نسخ المخطوطه دي، يعني ان احنا ننسخ المخطوطه فاكر لما قلت لك دي ودي ننسخ دي لدي، في شروط زي ما اتفقنا ان المخطوطه دي هتتلغي لو في كام كلمه اتكتبوا مش مظبوطين على السطر. السطر اهو اتكتب مثلا هنا او هنا. ماشي؟ هقول لك بقى كام كلمه وانت تقول لي لو كام كلمه مش مظبوطه على السطر نلغي المخطوطه دي. كلمه واحده، 3 كلمات، جملتين، ولا فقره؟ ايه الفقرة دي؟ مش مشكله، فقره في الظهر. يبقى مش هي، طالما ما فهمتهاش يبقى مش هي. 3 كلمات. برافو، اجابه صحيحه. اجابه صحيحه يا اساف، شاطر عليك. قشطه. كده انت جاوبت 2 ماشي، واللي جاي مش هسهلهم لك، انا سهلت لك دي شويه، اللي كده صعبين جدا. ماشي؟ السؤال الثالث، اليهود كانوا بيعملوا كل الحاجات اللي انا هقولها دي وهم بينقلوا المخطوطات ما عدا حاجه واحده. يعني ال4 اجابات دول في منهم كام صح؟ 3. 3، في واحده غلط. حاول تعرف ايه الغلط اللي ما ينفعش. نقل الكلام حرف حرف، ايوه، ولا ان هم يكتبوا من الذاكره يفتكروا كده ويكتبوا، ولا قرايه الكلمه ونطقها قبل الكتابه، ولا مراجعه كل سطر بعد الكتابه. في 3 صح، واحده غلط. ايه بقى؟ تعالى نمشيهم واحده واحده وتقولي صح ولا غلط. ماشي. نقل الكلام حرف حرف، صح ولا غلط؟ حاجه بيعملوها ولا مش بيعملوها؟ بيعملوها صح. تمام. قرايه الكلمه ونطقها قبل الكتابه. قراية الكلمة ايوه ونطقها قبل الكتابة. بيعملوها ولا لا؟ صح. صح؟ تمام، يبقى كده فاضل لك اجابتين. واحده منهم غلط، مش هسهلها لك. يكتبوا من الذاكره
ولا يراجعوا كل سطر بعد الكتابه؟ ايه اللي غلط؟ يكتبوا من الذاكرة. دي غلط ولا صح؟ دي غلط. دي غلط. دي غلط. برافو عليك، دي تالت واحده تجيبها معانا صح يا يوسف، سلم عليا. قشطه. ماشي، انت شاطر قوي على فكره. فاضل لك سؤالين، لو جبتهم صح تكسب معانا هديه. ها؟ ومعاك وسيله مساعده واحده. السؤال الرابع. ايه اشهر مخطوطه في العهد القديم؟ مخطوطه وادي قمران ولا وادي دجله ولا وادي النيل ولا وادي الكروت اهي؟ هي أشهر حاجة فيهم من العهد القديم. اشهر مخطوطه، وادي قمران ولا وادي دجله ولا وادي النيل ولا وادي الكروت اهي؟ وادي الكبران ده أول حاجة. قمران. برافو عليك، برافو عليك، رابع اجابه صح. سلم عليا، سلم عليا. ايه يا عم ده؟ ايه الشطاره دي؟ تاخد لك سؤال واحد ومعاك وسيله مساعده، متخيل؟ السؤال الخامس. المخطوطات اللي بيكون فيها غلط او اتنين، اي مخطوطه بيكون فيها غلط او اتنين مش بيستخدموها في مكان، مش بيستخدموها فيه، مش بيستخدموها في الهيكل ولا في المطعم ولا في درس الكتاب ولا في بيتنا في الجيزه؟ قولهم تاني. ماشي، انت عايز تعرف عنواننا؟ ها؟ ماشي. المخطوطات اللي بيكون فيها غلط او اتنين مش بيستخدموها في حته معينه، مش بيستخدموها في الهيكل ولا المطعم ولا درس الكتاب ولا في بيتنا في الجيزه دور رابع. لو عايز وسيله مساعده انا معايا وسيله مساعده. ماشي. اساعدك؟ طيب. حافظ آية؟ أي آية؟ أنا حاسس إن أنت حافظ آية صح؟ يلا سمع لي آية. وصية جديدة أن أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا. وأنا بحبك. ماشي. طيب أنا هحذف لك إجابتين. ماشي؟ إيه؟ هعزف لك إجابتين. ماشي؟ كده فاضل لك الهيكل والمطعم، أنهي مكان مش بيستخدموا فيه المخطوطات دي؟ المخطوطات البايظة اللي فيها غلطة أو اتنين. مش بيستخدموها فين؟ اللي فيها كلام ربنا. ده كلام ربنا. مش هنستخدمها فين بقى؟ في الهيكل. برافو، إجابة صحيحة. معانا إساف كسب معانا الهدية المستخبية. برافو عليك. مش عارف فين الهدية، فين الهدية؟ أهي بص فوق كده، بص فوق كده، بص فوق كده. كسبنا معانا الهدية المستخبية. مبروك يا إساف. شكرا. أنت المتسابق اللي كسب معانا الهدية أنت عايز تاخدها ولا إيه؟ برافو عليك. مبروك يا إساف، كسبت معانا الهدية المستخبية. نفتحها مع بعض بره. بس عايز اقول لك على حاجه، كان مستحيل من رابع المستحيلات ان الكتاب المقدس بتاعنا ده يكون محرف يعني فيه حاجه غلط. ليه؟ لان اليهود زمان وهم بينسخوا وبينقلوا يعني مخطوطه لمخطوطه ثانيه كان عندهم شروط وقواعد صارمه جدا. يعني ما كانش ينفع حد يكتب من دماغه كده من الذاكره يقول افتكرت في المخطوطه الفلانيه اكتب حاجه. لا، كان دايما كل حرف بحرف، دايما بينطقوا الحاجه قبلها وبعديها، كان في شروط صارمه. فالكتاب المقدس ده مش محرف وما فيهوش اي غلطه. مبروك عليك الجايزه.